انت فاكر ان التاريخ المصري ده فيه جابز كده، فيه فجوات انت هتسكن فيها ناس وانت بتقزقز لب؟ احنا مش في اوضه ضلمه زي ما حضرتك فاكر. انت اللي مش واخد بالك. ما حدش يزعل. ما هو اللي خلى الناس تكفر مصر القديمه ايه؟ الجهل. واللي خلى الناس تنتمي الى مدرسه الحضاره المفقوده والتاريخ البديل ايه؟ الجهل. حتى لو كان من ناس بيدعوا انهم بيحملوا شهادات جامعيه وشارات جامعيه. في السنين الأخيرة مع بدايات القرن ال21 ابتدت تظهر مدرسة غريبة تماما على الساحة المصرية، اسمها مدرسة تيار التاريخ البديل، أو ساعات بيحبوا يطلقوا على نفسهم مدرسة الحضارة المفقودة. المدرسة دي بتتهم المصري القديم في عصر الأسرات اللي احنا دارسينها وعارفينها أكاديميا وعلميا، بتتهمه اتهام مباشر بأنه لص، إنه سرق الآثار بتاعت الفترة دي اللي هي بتنتمي إلى حضارة سابقة، حضارة اسمها حضارة مفقودة. ناس ما نعرفهمش، حضارة ما نعرفهاش، جم مصر سابوا الآثار ديت ومشيوا، أو ما نعرفش حصل لهم إيه، جات لهم كارثة، جات لهم مصيبة، ما تعرفش. هم مش مهتمين يعرفوا أصل الحضارة دي إيه ولا فين أثارهم. لا، هم مش مهتمين. هم مهتمين بحاجة واحدة بس. الاهتمام هنا مش بالفكرة، الاهتمام ان احنا هنخلص من علامة الاستفهام الكبيرة، لان هي الحضارة المصرية القديمة، الثقافة المصرية القديمة بالآثار بالتراث بتاعها كله بيمثل علامة استفهام كبيرة جدا لقطاع كبير جدا من الناس بره وجوه. يعني مش هقول لك مصريين بس وغربيين بس، انا ما اقدرش، انا لومي مضاعف على المصريين، لان ده تراثك، دي ثقافتك، ها، دي هويتك. انت بتتنازل عنها كأنك بتتنازل عن اجدادك المباشرين. دي بتقول ده جدي، ده مش جدي. فبس عشان اوريكم مدى خطورة القضية، مدى خطورة هذا التيار، انه بيرجع كل الميراث الحضاري بتاعنا من اجدادنا المصريين الى ناس مجهولة، حضارة مجهولة مرمية في المجهول، في التاريخ ما نعرفش امتى. في ناس بتقول لك 36,000 سنة، تخيل. هي بس الفكرة ان الابجديات التاريخ والجيولوجيا ضايعه عند الناس اللي بتؤمن بهذا التيار. ليه؟ لان كان في تيار مماثل ومدرسه مماثله احنا عانينا منها في القرن العشرين، اللي هي تيار التكفير. برضو كان بتمثل مصر القديمه علامه استفهام كبير عند اعضاء هذا التيار ومشجعين لهذا التيار، ان هم مش فاهمين مصر القديمه، فابتدوا يتهموها بالوثنيه، لان الميراث بتاعها ميراث نحتي وفني يعني واضح. يعني لو وصل ايه اللي خلانا يا جماعة، ايه اللي خلانا نتعرف على الحضارة المصرية القديمة؟ هو تراثها الفني. عشان تعرفوا بس قيمة الفن المصري، تراثها الفني، سواء المرسوم او المنحوت او المكتوب، الكتابة او رسوم او نحت او معمار، كل دي فنون. لولا هذه الفنون احنا ما كناش عرفنا حاجة عن مصر القديمة، ما كناش عرفنا حاجة. فدي أهمية الفن انعكاس للثقافة بتاعت هذه الحضارة. فكانوا بيتهموا هذا الفن بالوثنية، وتحديدا النحت فيه. طبعا قعدنا سنين وعقود نفهم الناس ان المصر القديمه ملهاش علاقه بالوثنيه، وان التماثيل بتاعت مصر القديمه بتعكس المعتقد المصري القديم والفن المصري القديم. فين بعد سنوات وعقود من حاجه اسمها تحديث الخطاب الديني و قدرنا ناخد نفسنا من المعترك بتاع تكفير الحضاره المصريه، مع ان لسه في ناس لحد دلوقتي بتكفر، يعني في الخفاء كده بتكفر، بس على الاقل البابليك اوبينيون، وجهه النظر العامه ابتدت تبعد المواطن في الشارع المصري، بقى يبعد عن فكره اللي كان بيكفر مباشره. محدش دلوقتي بيبص له على اساس ان هو انسان جاد وانسان بيقدم فكر محترم. بس احنا يعني الملاحظه اللي كان بينتمي لتيار التكفير ده كان قطاع عريض من الناس اللي هم عندهم مستوى متواضع من التعليم، وكثير من الاميين العديمي التعليم والثقافه كانوا هم اللي بينتموا لهذه المدرسه، ويقدروا يضحكوا عليهم ويجندوهم في هذه المدرسه. للاسف، انا بقول للاسف، اللي بينتموا حاليا لتيار التاريخ البديل والحضاره المفقوده ما هماش اميين، ما هماش عديمي التعليم، هم كمان من مدعي الثقافه، وكثير منهم بيحمل شارات جامعيه وشهادات جامعيه. فيقول لك ده من علامات
الدلاله على العمق والثقافه. دلوقتي يقول لك ان انا اؤمن مثلا بتيار التاريخ البديل، يبقى انا مثقف. شوف دي انا راجل مختلف، انا مختلف عن الوجهه السائده والوجهه الاكاديميه اللي بيبص لها اساسا انها وجهه نظر فيها تآمر، يعني فيها مؤامره، فيها نظريه مؤامره. معظم اللي بينتموا للموضوع دوت للتيار التاريخي البديل في مصر مش فاهمين ان رواد هذا التيار اجانب. مش فاهمين ان رواد هذا التيار مش احمد عدلي. احمد عدلي ما هو الا بوق ماوس بيس بيردد النظريات الموجوده بره. رواد هذه التيار في ايطاليا وفي انجلترا وفي امريكا. يعني جراهام هانكوك ده بريطاني، كريستوفر دان اللي عمل كتاب الجيزه باور بلانت او المصنع الطاقه اللي في الجيزه اللي بيقصد بيه هرم خوفو، ده راجل امريكاني. المجموعه اللي عملت شويه سكان برادار بتفنينه كده وطرق غير علميه، وقالوا ده في مدينه مدفونه تحت الاهرامات وتحت هرم خوفرع بالتحديد، ده مجموعه ايطاليه. الناس دي كلها عندهم شطط فكري. وبعدين لا اخفيكم القول، الناس دي كلها بتسترزق من هذا التنظير. يعني جراهام هانكوك دوت، يعني ده كل حياته كلها في التاريخ البديل، بس هو اكل عيشه كده. يعني جراهام هانكوك والبطانه بتاعته وتلامذته بقى في امريكا وفي اوروبا بيعملوا تورز، بيعملوا رحلات منظمه الى مصر، وبيعملوا مؤتمرات سنويه بتدر الاف الدولارات والالاف من اليوروز. دي تجاره مربحه جدا. فالناس معتقده المصريين بالذات من السذاجه ان هم معتقدين ان من ينظر او من ينشر نظريات التاريخ البديل في مصر بالعربيه مثلا في فيديوهات، يبقى هو ده الراجل العلامه المنظر صاحب الفكر المتطور صاحب مدرسه. لا خالص نهائي. دي مجموعه اجنبيه غريبه عن مصر وعن تاريخها وعن ثقافتها. اللي بينقل عنها في مصر ده ناقل مش اكتر. رؤوس هذه المدرسه موجودين في انجلترا وفي امريكا وفي استراليا وفي ايطاليا. اذا كان الواحد بيجد العذر، ساعات بيلتمس العذر للمجموعه اللي انضمت لتيار التكفير في القرن العشرين وكفرت الحضاره المصريه والتراث الفني والمعماري والنحتي بتاع مصر القديمه، برضو كنا نقول ان هم معلش دول ناس جهله، يعني دول ناس غلابه بيضحك عليهم، يعني من الاخر كده بيضحك عليهم. فكان ده عذر لحد ما ربنا يكرمهم ويتنوروا. بس دلوقتي انت هتجد عذر لمين؟ ده القطاع العريض اللي بينتمي لمدرسه التيار التاريخي البديل والحضاره المفقوده ديت، دول جماعيين، ناس جماعيين، منهم مهندسين ومنهم ناس محامين ومحاسبين، وقطاع عريض بيتباهى ان هو بيحمل شعارات جماعيه. بس يا جماعه الأمية الثقافية أخطر كتير جدا من أمية عدم الكتابة، عدم القدرة على الكتابة والقراية. لأن دي الأمية الثقافية دي بتحتمي وراء شيلد كده، ورا درع كده، يقول لك أنا صح، أنا مقتنع إن أنا صح. ما تحاولش تقنعني إن أنا غلط. واخد بالك إزاي؟ ليه؟ حاجتين بقى. يعني أنا معلش، يعني الحلقات دي هتبقى حلقات يعني أحاول إن أنا ما أطولش فيها عشان رمضان، كل سنة وانتم طيبين. أنا بس هناقش نقطتين دلوقتي، ويمكن الكلام ده هيبقى في الحلقات يعني مقبلة على نقاط أخرى في هذه المدرسة. بس أهم حاجة اللي بتثير الاهتمام في من ينضم من مدعي الثقافة إلى تيار التاريخ البديل والحضارة المفقودة. أول حاجة يقول لك إيه لما تيجي تقول له الحضارة دي مين؟ فين؟ أوكي، أنا ممكن أتفق معاك لو أنت يعني بالعلمية والثقافة بتاعتك حطيت ايدك على ادله بتقول ان في حضاره مفقوده فعلا وليها اثار زي الاثار بتاعت عصر الاسرات مثلا، اثار المصريه القديمه. يا جماعه الحضاره ما هياش تراكمات 100 سنه ولا 200 سنه، دي تراكمات الاف السنين. انت عشان تعمل منجزات حضاريه زي منجزات مصر القديمه دي خدت من المصري القديم اكتر من 7000 او 5000 سنه قبل عصر الاسرات. يعني انت بتتكلم على حضارات ما قبل الاسرات دي 5000 سنه، 5000 سنه في بوتقه اجتماعيه وثقافية ودينية وفنية من التطور اللي بيشمل كل حاجة، تطور زراعي، تطور في مجال الري، تطور في مجال الاجتماع، تطور في بناء المدن، تطور في الصيد، تطور في النقل، تطور عسكري، تطور تجاري، كل ده تطور فني، تطور في اللغة، تطور في الديانة. دي بوتقة بتسخن على نار هادية لحد ما تنضج، لحد ما أقدر أخد منها منتج حضاري بثقل وبتعقيد الأهرامات بتاعت الجيزة.